النظام المصري ينتحر، وسفينة العار في مصر تحديدا في اسكندرية، ورعب في تل أبيب. في تل أبيب بقى نسيبها شوية في الآخر، تمام، القصة بتاع اللي بيحصل في تل أبيب، لكن الأول هنتكلم في الكارثة اللي بتحصل في مصر. وسبحان الله خلال أيام معدودة في أكتر من كارثة وأكتر من فضيحة. بدأت بكتاب حرب اللي احنا اتكلمنا فيه امبارح في حلقة امبارح، اللي ما شافهاش يشوفها بالتفصيل، واللي تناولت بوب وورد اتكلم فيه تفاصيل حصلت. بوب وورد ده اللي هو كان بتاع الفضيحة بتاع ووتر جيت، واللي نيكسون رئيس امريكا استقال بسببه. هو نفس الشخص اللي كشف حاجات كتيرة على البلاوي السوداء اللي بتحصل مع الحكام العرب، وتصريحاتهم وموقفهم من الحرب الإبادة اللي بتحصل في غزة. لكن النهاردة فيه كارثة أكبر وفضيحة أكبر، والكلام حتى الآن يا جماعة عشان بس فيه هجمة من عدد كبير من اللجان بتحاول تتوه في الكلام. أنا دلوقتي قدامي مصادر كلها معتبرة. أول مصدر صحيح مصر هو اللي فجر الموضوع. صحيح مصر بالذات بيتحرى المصداقية كما عهدناه يعني، ومش بس هو، لا كمان فيه الموقف المصري هنا عشان برضو الناس، الموقف المصري، صحيح مصر، وغير كده بقى كمان ايكاد هي كمان حققت في الموضوع. كل دي منصات إعلامية استقصائية، يعني ما بتقولش كلامه خلاص، شغلتها انها تحقق. طيب حققت بقى وقالت ايه؟ قالت فضيحة، كارثة. تعالوا مع بعض نشوف الحكاية وايه اللي اتقال. والواحد فعلا والله مصدوم صدمة من امبارح، يعني مع ان احنا عارفين ان فيه خيبة تقيلة عندنا وعند كتير من الدول العربية، لكن ما حدش ابدا كان في اسوأ كوابيسه يتخيل ان احنا هنوصل لهذا المستوى. صحيح مصر قالت: رصد صحيح مصر استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين، وهي سفينة تحمل علم ألمانيا وتنقل حاويات تحمل مواد متفجرة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد رفض، ودي الكارثة الزيادة يعني، بعد رفض عدد من الدول استقبال السفينة، إذ أظهر تتبع صحيح مصر مسار السفينة MV كاثرين عبر مواقع مارين ترافيك ورقم تسجيلها كذا إنها غيرت علم البرتغال الذي كانت ترفعه ورفعت علم ألمانيا قبل أن ترسو في ميناء الإسكندرية بعد حملات مطالبة مواني البحر المتوسط بمنع استقبالها. معظم مواني البحر المتوسط رفضت تستقبله. ورست كاثرين في ميناء الإسكندرية بتوكيل ملاحي من المكتب المصري للاستشارات البحرية إيميكو، دي شركة اسمها إيميكو، وهنعرف بس القصة دلوقتي ايه. وهي تحمل بضائع حربية بحسب بيانات موقع الإسكندرية. وصلت السفينة إلى ميناء الإسكندرية في حوالي الساعة 6 صباحا يوم الاثنين 28 أكتوبر اليوم اللي فاتوا، بعدما ظهرت آخر مرة ترسو يوم 24 أكتوبر الجاري في ميناء دوريس الألباني. وقبلها في سبتمبر تمام رفضت سلطات مالطا طلب من السفينة بالرسو للتزود بالمؤن وتغيير الطاقم. مالطا رفضت ان السفينة ترسو عندها بحسب إدارة المواني في مالطا قبل ان تغير السفينة العلم البرتغالي. راحت منزلة العلم البرتغالي عشان البرتغال برضو طلبتها انها تنزل العلم، ورفعت العلم الألماني النازي اللي هي الداعم للجرائم اللي بتحصل وداعم للكيان اللقيط، وتتجه نحو الشمال الشرقي وترسو في ميناء دوريس بألبانيا. وبحسب بيانات الموقع أيضا فإن الوقت المتوقع لمغادرة السفينة ميناء اسكندرية هو يوم 5 نوفمبر الجاي. يعني هتقعد تحمل وتظبط وتعمل في اسكندرية مواد متفجرة بتصنع أو بيصنع منها أسلحة بيتقتل بيهم أهلنا في غزة. كما خرجت السفينة عن نطاق تتبع منذ قرابة يومين، ما يعني استقرار رسوها في ميناء الإسكندرية وعدم تحركها حتى اللحظة. ونشرت منظمة حركة مقاطعة إسرائيل BDS، دي منظمة كبيرة، أكبر منظمة لمقاطعة إسرائيل في أمريكا، بيانات تقول فيه
يبدو أن السفينة فرغت حمولتها في ميناء الإسكندرية في نفس الوقت. لاحظ يعني حركة المقاطعة، أو لاحظت حركة المقاطعة إشراف الوكيل البحري المستقبل للسفينة إمكو على انطلاق سفينة أخرى في ذات اليوم متوجهة إلى ميناء أشدود. يعني جات نزلت الحمولة في سفينة تانية، شالت الحمولة، غيرت كل حاجة وطلعت على فين؟ على ميناء أشدود في عند الكيان اللقيط في الأراضي المحتلة، في متجهة إلى ميناء أشدود الإسرائيلي. وتقول الحركة: هذا يدعو للتساؤل حول العلاقة التي تربط هذه الشركة المصرية بمشغلي السفينة المحملة بالمتفجرات. وتقول الحركة أن استقبال ميناء الإسكندرية للسفينة هي انعطافة خطيرة وغير متوقعة في مسار السفينة، نظرا لرفض عدة دول استقبالها من بينها مالطا وناميبيا وأنجولا، مشيرة إلى أن السفينة تغذي آلة الحرب الإسرائيلية بالمتفجرات التي تفتك بالشعب الفلسطيني واللبناني. وكانت وزيرة الخارجية البرتغالي قد صرح، وكان وزير الخارجية البرتغالي قد صرح بأن نصف حمولة سفينة MV كاثرين عبارة عن متفجرات في طريقها إلى شركة أسلحة إسرائيلية، كما منعت سلطات ناميبيا استقبال السفينة في أي من موانيها ودخولها المياه الإقليمية. ناميبيا العربية الإسلامية طبعا، اللي هي عربية والإسلامية، بس منعت أن السفينة تهوب ناحية المواني بتاعتها. ورغم أن السفينة كانت ستتجه إلى ميناء كوبر السلوفيني لتفريغ شحنتها قبل نقلها إلى إسرائيل، بحسب ما نقلت منظمة العفو الدولية عن مكتب رئيس وزراء سلوفينيا ووزير الخارجية البرتغالي، إلا أنها في النهاية وصلت إلى ميناء الإسكندرية، حيث قامت بتفريغ شحنتها التي أوضحت بيانات موقع ميناء الإسكندرية أنها شحنات حربية. يعني موثق في ميناء الإسكندرية أن دي شحنات حربية. صحيح مصر بيقول لو عندك تصريح يعني والكلام زي كده فيما يتعلق بده ابعتوا لهم يا جماعة عشان الناس تكمل البلوى السوداء. طبعا اللي حصل بعد شوية ان صحيح مصر بدأت تأكد تاني على الكلام، على اساس ان طبعا في حملة بقى من اللجان اللي ما عندهمش مشكلة، بيبيعوا اوطانهم، بيبيعوا دينهم، بيبيعوا شرفهم. واللي بيبيع وطنه ما عندوش اي مشكلة خالص انه يبيع شرفه. هو ما عندوش شرف اصلا، اللي ما عندوش وطنية وما عندوش انتماء للأمة وما عندوش انتماء اخلاقي يا اخي، على مستوى اخلاق. يعني احنا بنشوف بقول ايه، زمان كنا بنقول حالنا يصعب على الكافر. لا، الكافر مين؟ ما الكافر اهو مش راضي. احنا حرفيا عدينا مرحلة الكفر بكتير جدا ودخلنا في مرحلة الخنزرة. اللي بيحصل ده خنزرة وجاية من خنازير يعني يا جماعة. اللي بيحصل فوق طاقة البشر. الكلام ده علشان احنا مصدومين، وعلشان احنا لا يمكن نتخيل ان احنا نوصل لهذا المستوى. فهنقول ماشي، فين الرد؟ فين التصريحات الرسمية؟ فين الكلام اللي ممكن يخلينا نفوق من الكابوس ده؟ يمكن يا اخي في حاجة غلط احنا مش فاهمينها يعني. ويمكن مثلا التجارة البينية خلال السنة اللي فاتت اللي كان بيتقتل فيها أهلنا وأطفالنا ونسائنا في غزة، التجارة البينية دي ما بين مصر وإسرائيل اللي زادت 23% في السنة دي بس. ليه؟ عشان إسرائيل كان فيه دول من الوحشة يعني اللي هي مش عربية ومش إسلامية دي منعت التجارة معاها ووقفت تجارتها. دي الآنسة المبجلة ولا المدام المبجلة رندا عبد الله، هي مديرة شركة الشحن المسؤولة عن الكارثة والجريمة الكبيرة اللي حصلت في مصر. تمام. طبعا هنا ايكاد وكمان تتبع القصة، وعلشان العيال اللي بتقول لك هو ما خلي بالكم بس من الصورة دي، اللي بتقول لك هو ما عداش، هي تيجي من ناميبيا ليه؟ ما هي اصلا معديه من البحر الاحمر. لا يا حر امك، ما عدتش من البحر الاحمر اصلا. البحر الاحمر ما كانش هينفع تعدي، عشان دي لو عدت كان الرجاله في اليمن خلصوا. لكن دي لفت من طريق رأس رجاء الصالح وجات ودخلت البحر المتوسط من مضيق باب المندب. تمام. جبل طارق للاسف. المهم، طيب كده جريمة مكتملة الأرقام. والجريمة دي تحديدا
بعد يومين وبعد 48 ساعة من كارثة الفضايح اللي ذكرت في كتاب حرب عن التصريحات العربية من النظم العربية ومنها مصر يعني تجاه غزة والكلام ده، أنا شايف إن الكارثة دي انتحار كامل للنظام في مصر. النظام كل هذا المستنقع اللي بينزل فيه كل يوم عن التاني ناتج عن الأزمة، والأزمة ناتجة عن الفشل، والفشل بيعمل خيانة وحاجات كتير. واحنا دلوقتي أمام كوكتيل من كوابيس، مش كابوس واحد والله، كوابيس. كل يوم بنطلع على كابوس، بنصحى على كابوس. وللأسف الشديد الواقعة دي تحديدا لها ما بعدها، دي مش هتعدي. يعني كان ممكن نتكلم في ايه مثلا على سبيل المثال، يعني لا الحصر. لحظة واحدة لكم معايا، لحظة واحدة كده معلش، واحد أصلا طالع والله ربنا العالم. المهم كان ممكن نتكلم وناخد وندي في هدم الآثار وتحطيم التراث المصري بهذا الشكل. واللي برضو كان بيدافع عليه اللجان لحد ما طلع مصطفى مدبولي قال احنا كان في خطأ وتوقفنا عن الموضوع ده، يعني كان في جريمة. طب بالنسبة اللي ارتكب الجرائم دي، بالنسبة للي أخطأ أخباره إيه؟ حلو كده مكمل يعني؟ عموما انتوا كلكم مع بعض كده مش هتكملوا خلاص. الموضوع اللي حصل ده والله العظيم انتحار نهائي، انتحار مفيش بعديه قومة. يعني كان ممكن كل حاجة تتعمل وتلاقوا ليها مبرر. اما النهاردة مثلا على سبيل المثال تلاقي الانجاس، طبعا ده اخونا احمد دومة ناشر بيقول الاكثر رعبا من موقف السلطة اللي حولت البلد من مصدر دعم رئيسي لحركات التحرر لمصدر دعم وشريك للاحتلال الأطول والأجرم في التاريخ الحديث، مش سياسي أو أمني أو معلوماتي أو اقتصادي، بل وكلهم حصلوا وما زالوا، لكن كمان عسكري. الأكثر رعبا، ودي الخطر بقى، ده اللي أنا بأكد على كلام أحمد فيها، الأكثر رعبا هو موقف العمال والموظفين في ميناء الإسكندرية. حقيقي إزاي جالكم قلب تفرغوا وتحملوا شحنة هيتقتل بيها أهلنا في غزة بأي وش ولا بأي ضمير ولا بأي كرامة بلتوا تخدموا طاقم السفينة الحربية اللي رايحة تشارك في جرائم الحرب وجرائم الإبادة؟ السؤال ده أنا كمان بسأله. امبارح أول ما عرفت الخبر قلت إزاي؟ طيب خلي النظام وصل لهذا المستنقع، الناس العمال الموظفين انتوا وصلتوا لكده ازاي؟ ايه الرخص ده؟ يخرب بيوكم، مش ممكن. احنا يا جدعان في كابوس مرعب. وصلتوا لهذا الكابوس ازاي؟ وصلتوا لهذا المستنقع ازاي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. عموما تفاصيل الموضوع ده والتأكيدات اللي بتتوالى كل شوية من مصدر شغالة، وكل اللي قادرين يعملوه، انتوا لو دخلت على اي حد بينشر والله هتشوفوه هنا، العيال اللجان كلام عيال لا هي مصرية ولا هي بني ادمين اصلا، تنازلت عن كل حاجة، عن شرفها وعن شرف امهاتهم وعن شرف بلدهم، كله قلعوا ملط عشان خاطر كام 100 جنيه ولا 200 جنيه بياخدوها في اليوم عشان يدخلوا يكذبوا الكذب ده، فبيبيعوا وطنه. لا وخش يقول لك ايه، يزاد عليك انت يا خاين يا عميل، انت بتشكك في معرفش مين، انت يخرب بيت امك. انتوا ما عندكمش ذره دين، ما عندكمش ذره كرامه، ما عندكمش ذره شرف. ايه ده؟ كل يوم النظام ده بيتسبب في تحطيم الانسان المصري من جوه. الازمات الاقتصاديه، طب ما احنا طول عمرنا عشنا ازمات اقتصاديه، لكن عمرنا ما دخلنا المستنقع النجس ده. اول مره تحصل في هذه العشريه السوداء اللي ما فيش يوم الا وكانت بتنزل اكتر لحد ما وصلت للقاع. اتمنى ان احنا نكون كلنا غلطانين،
اتمنى نكون كلنا نكون نايمين بنحلم ونصحى على حقيقة تانية ان الكلام ده كده، عشان حرفيا الواحد بقى مكسوف يقول انا مصري. خلتونا مكسوفين من نفسنا، وانا اسف جدا يا جماعة، اسف لكل اخواننا العرب وكل اخواننا المسلمين ان احنا وصلنا لهذا المستوى. الشعب المصري غير كده خالص والله. شوية اللجان اللي انتوا بتشوفوها دول شوية جراثيم على سطح مصر بتنمو في الجو الحقير اللي احنا عايشين فيه، في الحقبة المنحطة اللي احنا عايشين فيها دي. ما بيقدروش ينمو في اي وقت تاني. اول ما الحقبة دي هتخلص هيختفوا كأنك جبت مبيد حشري ورشت شوية نمل ولا شوية ناموس. خلاص مش الزن اللي انت بتسمعه دلوقتي مش هتشوفه. الشعب المصري مش كده. الشعب المصري اصيل. الشعب المصري حرفيا والله العظيم انا بتكلم يعني وانا على علم باهلي وبلدي. اكتر من 90% و95% كمان منه. غزة بالنسبة لهم حتة منهم. فلسطين قلبهم من جوه، حتة من قلبه. مفيش حد عارف يعيش في مصر. لأول مرة أطلع وأنا حاسس بالعار ده، وده إحساس مر ربنا ما يكتبه على حد. أوريكم بس حاجة فيديو ريلي لافرمون، الضابط السابق في سلاح الجو الأمريكي. الراجل ده استقال احتجاجا على تواطؤ إدارة بايدن في الإبادة. بيقول إيه؟ كانت ابنتي تركب دراجتها في أحد الأيام وسقطت وجرحت أو جرحت وجهها بشكل سيء. فاضطررنا إلى الذهاب إلى قسم الرعاية العاجلة. كانت تبكي. كل ما يمكنني التفكير فيه هو الآباء والأطفال. مثل هند، إنها حقا لمأساة. ابنتي عمرها 5 سنوات، لذا هذا في عمر ابنتي كما تعرف. بيتكلم على بنت في غزة. ابني أبكم ويعاني من بعض الإعاقات الأخرى. بيتكلم على واحد تاني اسمه محمد، صبي، ولد، طفل، الذي قتل بواسطة كلب في مثل سن ابني. راجل بيتكلم وبيعيط. ده أمريكا. وامبارح ولا امبارح جبت لكم ضابط من CIA يهودي أمريكي. وجبنا هنا منظر اليهود، شباب اليهود اللي طالعين بيدعموا بكل قوة فلسطين. بصوا كده تاني عشان اللي نسي. انا عايز اللجان تبص كويس. دول شباب يهود. اسمعوا هتافهم كده عشان دول يهود يا جماعة. دول يهود. انتم متخيلين احنا وصلنا لأي مستنقع؟ مبقاش فيه كلام تاني يتقال. فيه كسرة حاسين بيها كلنا. نروح لحاجة تانية يعني، ومنظر تاني قبيح عشان تكمل بقى. في واحد صهيوني شيخ اسمه سالم الطويل. انا عملت هنا وذكرت في حلقتين
الجريمة اللي ارتكبها مشعل النامي بالتعدي على شرف حرائر غزة، واتهامهم بتهم تتعلق بالشرف نتيجة ان هم يعني ظروفهم وحشة فبيتاجروا. الكلب ده الدنيا هاجت عليه، لكن في وسط الهيجان ده كله كان بيجر وراه شوية صهاينة عرب، منهم الراجل الأفاق المنحط اللي مربي دقنه طبعا وشيخه كأنه يعني شيخ. بيقول ايه بقى الكريم؟ اسمعوا كده ما صدر من الأخ الكريم مشعل النامي، فقال انتشرت الدعارة. ما صدر من الأخ الكريم عشان قال انتشرت الدعارة. اسمعوا. في غزة إلا قاموا عليه كما يقال قامة رجل واحد. لا يا أخي، هو احنا نقوم عليه ليه؟ هو عمل حاجة يا ابن الحرام؟ وأنا كما أنهم يناشدون وزير الداخلية، أنا أرجو أن يتفهم الموضوع ولا يعطى أكبر من حجمه، وإنما هذا أخطأ زل بها. ربما يبلغ الأمر الآن أن يستدعى الأخ مشعل وأن يحاكم وأن ترفع فيه قضايا وربما يصدر فيه حكم، وهذا كله تعدي. فإن أخطأ باجتهاده فنقول الله يغفر له على ذلك. طبعا الأخ مشعل اجتهد. بصوا يا جماعة، شايفين الانحطاط احنا وصلنا لفين؟ طيب اللي زي ده ازاي بيعيش وبيتعايش في وسط الناس؟ يعني قال الكلمتين دول في البيت هو لوحده. طيب بعديها طلع وبيتعامل مع الناس دي مين؟ اللي زيه زيك، البني ادمين يعني. تمام؟ يعني مش طلع يتعامل مع شوية حيوانات ما بيحسوش. ده ازاي عايش وبيتعايش وبيتكلم وبيقضي مصالحه وبيرجع وبيجي هو والكلب اللي بيدافع عنه. والله لو علموا فينا رجالا ما قالوا حرف من اللي قالوه. معلش انا اسف جدا، الحلقه دي صعبه علينا كلنا، بس ده الواقع ودي الحقيقه اللي لازم نواجهها دلوقتي. انا حرفيا في حاله ربنا اعلم بيها، الواحد كويس ان هو متماسك وقادر يتكلم، بس كان لازم اشارك النار اللي جوانا، اذا كان من اللي بيحصل من النظام في مصر ولا الاشكال اللي انتوا شايفينها دي. المسخره دي يجب ان تتوقف، واللي هيوقفها هم الناس دي اشكال اللي انتوا سمعتوها، زي الواد سالم الزفت ده، اسمه احفظوا اسمه تاني، اسمه سالم الطويل. اكتب اسمه كده وانت هتشوف بالنسبه للناس يعني تعرف قصته اخباره ايه. انا معرفش هو قاعد في انهي مصيبه دلوقتي، واي نظام عربي حامي ده وحامي مشعل النامي اللي تعرض على حرائر غزه بهذا القصف. معرفش النظم دي تجردت من كل معاني العروبه والرجوله والشهامه في ايه بالظبط؟ هو نتنياهو ماسك عليكم سديهات ولا ايه بالظبط؟ ولا علشان الكراسي انتم مستعدين تعملوا كل الموبقات اللي في الدنيا وتتركوا اي حد يعمل الوساخه اللي بيعملها؟ في ايه بالظبط؟ ما تسترجلوا شويه. على فكره حتى براجماتيا وسياسيا ده غباء. انتوا بتنتحروا، والله بتنتحروا حرفيا. اقوى ظهير ممكن يسند اي حاكم هو الشعب، لا الامريكان ولا الاسرائيليين ولا الكلام الفاضي ده كله. فانتوا بتعملوا ايه؟ بتروحوا تاخدوهم وراكم عادي بقى، ما انتوا مدمنين، وبتخلوا وشكم انتوا الاتنين، انتوا الامريكان واليهود، في وش الشعب، املا ان هم يفضلوا داعمينكم شويه. احب ابشركم ان الكلام ده انتحار، وانا اعني الكلمه كويس جدا لما كتبتها في العنوان، اقسم بالله انتحار. مش هتخلوا باب صغير ولا شرعه حتى ترجعوا منها، بتقطعوا كل حاجه. عموما هانت، انا بقول لكم هانت والله، قسما بالله هانت جدا، واقرب ليكم مما تتخيلوا. النهايه على بعد لو تعلمون
هتغيروا كل اللي بتعملوه ده. وادينا واديكم اهو، والايام بينا، الايام مش بقول السنين، الايام بينا لانها هانت فعلا. اتقالوا على رزقكم. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى لما يغضب على عبد بيمدله وبيعمي بصيرته. أسوأ حالة ممكن يوصل فيها الإنسان إن تتقفل قدامه أبواب التوبة وأبواب ما يشوفش أصلا الصح، فطول الوقت ما يبقاش عنده إلا باب واحد بس يمشي فيه، إنه يكمل على الطريق السريع لجهنم ولنهايته. لما الباب التاني بيتقفل، أي حد فينا بيبقى عنده بدايل، عنده يعمل الصح أو الغلط، يعمل الحلال والحرام. انتوا حرفيا ما بقاش عندكم حلال، ما بقاش عندكم الا الحرام بس والغلط بس، فمجبرين خلاص ان انتوا تمشوا فيه للاخر. وده غضب شديد وربنا يعافينا منه، ربنا يعافينا منه والله. عموما ماشي، روح لموضوع تاني فيما يتعلق بموضوع الرعب اللي في اسرائيل. نتنياهو امبارح طلع له تسريب في محادثاته مع قادة الحرب الإجرامية اللي بيعملوها. قال جملة مهمة جدا جدا، قال أنا خايف أو خائف بشكل أساسي من الطائرات بدون طيار. فاكرين في حلقة هنا من حوالي أسبوعين قلت لكم مصدر رعب، وهي مكتوب فيها رعب إسرائيل، مصدر رعب إسرائيلي الأول على الإطلاق هي المسيرات. لحد امبارح كان في خطاب لنعيم قاسم اللي هو الأمين العام لحزب الله الجديد، وبعد ما خلص الخطاب بتاعه مباشرة طلع سرب مسيرات، وطلع من العراق مسيرات. الفكرة ان حتى اللي طلعت من العراق ما اتشافتش والانذار ما ضربش اصلا عليها، وطلع المسيرات اللي طلعت من جنوب لبنان نزلت، يعني قدروا يسقطوا منها بالظبط 30% وال70% نزلت. ولذلك احنا حرفيا كما ذكرنا في السابق، الكابوس اللي عايشاه اسرائيل واللي عايشه نتنياهو وحكومته دلوقتي، حكومة حرب الإبادة والإجرام، الكابوس ده متمثل في المسيرات بشكل دقيق. ليه؟ المسيرات دي يا جماعة مش نوع واحد، بتبدأ من 250 جرام معاك بقى كتير قوي، يعني أطنان. في منها بتبقى كبير، المسيرات الكبيرة، تمام. في مسيرات هنا حتى بيسموها في إسرائيل أشباح، ما بتتشافش وبتطلع حجمها متوسط طبعا، وبتشيل حجم مش قليل من المتفجرات. المسيرات دي الخطر بالنسبة لإسرائيل ايه؟ مش انها تدمر مثلا بيت ولا بتاع، لا، الخطر انها تدمر قواعد الدفاع الجوي. هم هيموتوا من الحكاية دي. يعني احنا مثلا جبنا منظومة ساد فيها رادار حلو، طيب منظومة ساد دي موجهة اصلا للصواريخ البالستية والكلام زي كده. المسيرات اللي بتطير على مستوى معين ما بتشوفهاش اصلا. طيب لو المسيرات دي تستهدف قواعد الدفاع الجوي، القبة البلاستيكية بتاعتك اتفشخت خلاص. اخر درون امبارح طلع من العراق نزل، بقول لك ما تشافش، وبالتالي في رعب شديد النهارده. قبل خطاب نعيم قاسم امبارح كان في تهديدات باغتيال نعيم قاسم نفسه، وانه هيحصل حسن نصر الله. ده الكلام ده على مستوى مين؟ على مستوى وزير الدفاع، وعلى مستوى وزير الخارجية بتاع الكيان. طلع قال انت تبنيت خطاب او موقف حسن نصر الله، فانت هتحصله، يعني في ده معنى الكلام. محمد الحسيني اللي هو افريقيا العرب اللي بيطلع على قناة العبرية، طلع هدده مباشرة بالاسم وقال له احزم معرفش ايه، ونفس العبارة اللي قالها لحسن نصر الله ان انت تقرض فتحتك. يعني
تمام، وتهديدات مباشره. قصه ان هم بيقولوا الكلام ده، كانت المسيرات طالعه من لبنان، وبعدها بعد شويه طلعت من العراق. والحكايه مش هتنتهي الا باعلان هزيمه اسرائيل والانسحاب الكامل. على فكره اسرائيل قررت خلاص الانسحاب، لكن انتوا عارفين اللي هو ايه الاجراءات اللي هي بس تبين للمهابيل بتوعهم ان احنا طالعين وفرضنا يعني حلولنا ومش عارف ايه. الكلام ده هجص ومش هينفذوه. وفي غزه المبادرات اللي بتتقدم كلها بتترفض مباشره. هي حاجه واحده بس، وقف الحرب قدام الرهاين، وقف الحرب مع الرهاين بتوعنا والاسرى بتوعنا قدام الاسرى، وقف الحرب ده اللي حتى الان. يعني كان في اخر حاجه، كان في مبادره بتعرضها قطر شهر وقدامهم 11 اسير، تمام، يطلعوا 11 اسير احياء ويوقفوا الحرب شهر وكلام زي كده مقابل معرفش ايه الكلام اللي هو هذا. اترفض، كل حاجه بتترفض. مين اللي بيرفض بقى؟ اسرائيل؟ لا، الجانب الثاني. لان قصه ايه؟ احنا هنقعد شهر كده تمام وناخد شويه رهاين وبعد كده نيجي نقتلكم تاني. ده اللي حصل قبل كده. فاي مبادره ما فيهاش وقف كامل لاطلاق النار يبقى هكس وكلام فاضي وحرفيا انتحار برضو. وده نفس الكلام اللي بيحصل دلوقتي على لبنان. هم بقى عمالين يهبلوا شويه. طب احنا هاتوا الجيش اللبناني هو اللي يكون مسؤول عن الحدود، تمام، وابعدوا بقى خالص حزب الله والكلام زي كده. كل الحلول اللي بيحاولوا يفرضوها النهارده من واقع يعني ان هم اصلا بيهدوا بيوت وكلام زي كده كلها مرفوضه. لان الانتصار الحقيقي مش في ان انت تهد كام بيت بطياره من بعيد، لا خالص. انت انزل كده وحقق اهدافك لو راجل. لكن لانهم مش رجاله ولانهم لن يستطيعوا ولم يستطيعوا قبل كده على الانتصار ابدا، واخرها 2006 وطلعوا برضه بنفس الاسلوب، كانوا قاعدين بنفس الاسلوب بالظبط، طلبوا طلبات وانزع سلاح حزب الله وفكك معرفش ايه، وفي الاخر جت على ما فيش ومشوا بدون ما يقدروا يفرضوا شرط واحد في 2006 ورجعوا للاحداث دي. فهم بيعيدوا نفس الكلام تاني النهارده، لكن مع مزيج من حاله الرعب الغير مسبوقه. الكلام يا جماعه اللي بيحصل دلوقتي، عشان كده لما بنقول رعب في تل ابيب، لا حرفيا رعب. امبارح اكتر من 1.4 مليون على الاقل امبارح ده، والنهارده غالبا كده بس لسه الاخبار هتجمع بالليل. يعني امبارح اكتر من 1.4 مليون نزلوا الجحور عشان صفارات الانذار. وكمان المنظر اللي بقى يعني بيرعب اسرائيل، ان انت عمال تقول لي قبه بلاستيكيه وقبه مش وجبنا ساد وجبنا ما اعرفش ايه، وعمال تكذب علينا كل ده. وفي النهايه خالص كل واحد فينا النهارده اول ما الصفاره بتضرب بتاع الانذار بيبقى زي الفار اللي بيدور على اي جحر يستخبى فيه. لدرجه ان هم قالوا لمجندين في احد الكتائب يعني بتاع جولاني على فكره، اللي هم قالوا لهم اول ما الصفاره تضرب ما عندهمش مخابئ، فقالوا لهم اول ما الصفاره تضرب انزلوا مواسير المجاري. والله العظيم اكتب كده، تذمر الجنود الاسرائيليين بسبب طلب القياده بتاع الجيش بتاعهم ان هم ينزلوا المجاري، وانت هتشوف تفاصيل الموضوع. فاللي بيحصل غير مسبوق بالنسبه لاسرائيل، وطبعا الجرائم بتاعتها غير مسبوقه. ويا جماعه عشان بس فيه لبس، في فرق شاسع ما بين ان انت ترتكب جرائم وان انت تنتصر في حرب. دي حاجه ودي حاجه. اللي بيعملوه الاسرائيليين دلوقتي انهم كل ما بيتضربوا في لبنان بيروحوا على العزل اللي احنا بنشحن لهم سفينه عشان يكملوا عليهم. وبالتالي ده مش تصرف منتصر، وده مش حاجه تقول لك ان ده قادر يعمل اي حاجه على الارض. ده حرفيا الحاجه الوحيده اللي بيعرف يعملها ان هو يقتل في الاطفال والعزل فقط لا غير. لكن ينتصر في حرب راجل لراجل وسلاح لسلاح، انت بتشوفهم منظرهم عامل ازاي. كانوا بيطلعوا يجروا ويعيطوا ويصرخوا زي النسوان. النسوان مين؟ والله العظيم عندنا ضفر الست من حرائر غزة او من حرائر العرب قسما بعزة جلالة الله بجيشهم كله
عموما اعذروني على يعني الحالة النفسية اللي الواحد فيها، لكن يكفيك ان انت مثلا تعرف ان على الجانب الاخر لو احنا بنألم هم بيألموا اكتر، وده ربنا ذكرها. نتنياهو اجل لاجل غير مسمى ابنه، فرح ابنه، كان عايز يعمل له فرح عرس يعني وكلام زي كده، خاف لأحسن المسيرات اللي هو خايف منها برضه دي يعني تشرف وتنقط عليهم في الفرح وتنزل تعمل فيهم العشاء الجميل زي العشاء الأخير. بصوا يا جماعة، الشاذلي الله يرحمه زمان قال كلمة مهمة، جملة مهمة جدا، وده هو صاحب الفضل الأول في حرب أكتوبر. قال إسرائيل رعبها من حاجتين، دمرها في حاجتين. الحاجة الأولى الخسائر البشرية، لما يحصل عندهم خسائر بشرية بيحصل عندهم رعب. احنا بالنسبة لنا الخسائر البشرية شهداء، لكن هم حرفيا بيحصل عندهم رعب، مش مثلا في أسرة اللي بيروح منهم، لا الفطيسة ده كله. دي أول حاجة. تاني حاجة طول أمد الحرب اللي هو الاستنزاف، إن الحرب تتحول من حرب 6 أيام زي ما بيقولوا لك مش عارف إيه والكلام زي كده زي النكسة والكلام زي ده، لحرب استنزاف. دي إسرائيل دلوقتي، والحرب دي تحديدا حرب الإبادة اللي هم بيقوموا بيها دي، هي أطول الحروب اللي قامت بها إسرائيل أو اللي حصلت في إسرائيل في حياتها. ولذلك الانهيارات سواء في الاقتصاد أو في الأمن أو غير مسبوقة، ما حصلتش قبل كده. كل اللي قبل كده كان بيتداوى وكان حاجة كده بتعدي. المرة دي أنت بتتكلم على إن الكيان نفسه، العواميد اللي قايمة عليه الكيان وهو الأمان والاقتصاد والرفاهية، كل ده اتدمر. بيظهروا لك غير ما بتشوف، وطول الوقت هم عايزين يثبتوا ان هم اللي بيضربوا، ويروح بما انهم مش عارفين يضربوا جيوش او على الاقل ناس واقفه ومسلحه وفي حدود مفتوحه مش محاصره، فيعمل ايه؟ بدل ما يروح هنا يروح تاني على العزل والاطفال والنساء وده اللي بيبرر لك منظرهم والخسه اللي بيعملوها، وهم يعني بيتمعنوا ويتلذذوا في ان هم يمشوا الاسرى ويغموا عينيهم ويقلعوهم. الخسه دي بتاع شويه خنازير بتقول، المنظر ده بيقول ان دول السقف بتاعهم هو ده، وان دول ملهمش في حروب وملهمش في انتصارات، ولا يمكن يحققوا انتصارات في اي وقت من الاوقات. فان شاء الله هانت، والسيناريوهات اللي جايه اكثر رعبا لاسرائيل، بل ستهدد بقاء اسرائيل نفسها، لان اللي حصل دلوقتي ان نتنياهو حاطط الكيان ده في كفه ودخوله السجن في كفه، ولذلك بيعمل النهارده اللي لمصلحه نفسه واللي يحميه من السجن، مش اللي يحمي الكيان ده. وكل خطوه بياخدها في حمايه نفسه بتكسر في مين؟ في الكيان، لحد ما هيجيبوا الارض. قريبا جدا بمشيئة الله سنشهد جميعا زوال هذا الكيان اللقيط. أشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.